السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. في فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم هنا وسعادة وفرح ورضا من رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم ويفرح قلبكم جميعا يا رب، اللهم امين. عايزه اقولك لو انت اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي معايا وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت مشتركه معايا في القناه يا ريت يا ريت فضلا منك تكتبي لي كومنت حلو تحت الفيديو. اول حاجه عملتها ان انا دخلت الغرفه دي، بدات ان انا اغير فرش السرير بتاعها. طبعا الصيف والعرق والحر بقى انتوا عارفين، فباستمرار ان احنا نغير فرش السراير في الصيف. انما في الشتاء مثلا هقولك ممكن كل 5 ايام، كل اسبوع، على حسب يعني. او لو معاكي طبعا اطفال فالوضع بيختلف كمان يعني. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا اليوم ببدا بتاعي بدعاء حلو جدا جدا. اولا لو انت صاحيه من النوم مكسله مش قادره تعملي حاجه، هتستسهلي بقى ان انت تفضلي قاعده على الفون او قدام التلفزيون. حاجه هتجيب حاجه، شويه هتكلمي حد على الواتس، شويه تفتحي فيس، شويه مش عارفه ايه. فبجد يعني هتبص تلاقي اصلا العصر هيأذن وانتي ما انجزتيش حاجه من مهام اليوم بتاعك. فالدعاء يعني استمري عليه، وكل يوم الصبح اول ما تصحي كده قوليه على طول كذا مرة طبعا ورا بعض. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. على فكرة الدعاء حلو جدا وبينشط وبيشجع، فأتمنى إن انتوا تبدأوا باليوم بتاعكم. خلصت الأوضة على السريع كده، وبعدين يعني خرجت. كنا هنقعد نفطر بقى، فكنا هنفطر بقى فطير مشلتت وعسل بقى وجبنة وايه وفطار بصوا دسم، يعني فطار من الآخر كده زي ما بنقول. الفطيرة دي كانت عندي في الفريزر. بس قلت بقى جه وقتها. كان بقالي كذا يوم بصراحة مشغولة بعمل مثلا حاجات. يعني بنظف حاجات في الشقة، عندي شغل مش عارفة ايه. فتبصوا تلاقوا اصلا اليوم بيعدي مني، وكنت ايه اللي هو بنفطر مثلا اي حاجة، نتغدى اي حاجة كده. فقلت اليوم ده بما ان انا ما ورايش حاجة اصلا، فابدا كده ان انا يعني ايه اظبط الدنيا للولاد وكده. ففطرنا الحمد لله رب العالمين. وبعدين دخلت على المطبخ، كان البوتاجاز يعني متبهدل. فقلت هبدأ بيه علشان يعني ايه اقف في المطبخ كده وانا مرتاحة كده وايه، ويعني والدنيا رايقة قدامي كده. عادي يعني. انا كنت اصلا هبدأ في تحضير الغدا علشان الغدا كان هياخد مني وقت طويل. بس قلت لا، لازم انضف البوتاجاز الاول وبعدين بقى نبدأ تاني. وان شاء الله بإذن الله لما اخلص برضو الغدا وكده وانا بشطب للمطبخ عادي، لو غسلته مرة تانية او لمعته، يعني على حسب ما هيكون حالته. غسلت الحوامل بتاع البوتاجاز على البوتاجاز كده زي ما انتم ما شايفين. يوم ويوم بعمل الحركة دي. اولا الحوامل بتاع البوتاجاز عندك هتفضل دايما نظيفة وزي الفل. مش هتحتاج بقى لا سترس ولا هتحتاج باور ولا الحاجات اللي هي الحامية قوي والكيميائية اللي هي بصوا اصلا يعني ريحتها لوحدها بتدخل كده يعني عن نفس. مش عايزة اقول لكم انا بتعب من الحاجات دي جدا. ف يعني ممكن مثلا اجيب سترس بس اللي هو ايه، يعني الازازة اصلا ممكن تقعد عندي سنتين ولا حاجة. مش بستعمل الحاجات دي باستمرار، يعني كل فين وفين كده، يعني مثلا تنظيف عميق قوي. او كنت بقى قشرت بصل علشان هفرم بصل، محتاجة النهاردة بصل. هعمل محشي وهعمل حمام، فالاتنين طبعا بيحتاجوا بصل. ففرمت كمية كويسة كده وهطلع برضو كيس من الفريزر اكمل. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه اقول لكم يا بنات رايي في الكبه اللي هي اليدويه دي. زي ما بقول لكم يعني على قطع الكهرباء واللي حاصل فينا الفتره دي. فبصراحه اوقات بكون مزنوقه جدا محتاجه مثلا افرم حاجه كده على السريع، ومثلا الكهرباء قطعه. فالكبه اليدويه دي عايزه اقول لكم حاجه كده
خطيرة يا بنات، تحفة 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 بجد. لازم تكون عندك. يعني بصوا سعرها بسيط قوي، ولكن هي بجد نينجا. يعني انا ما كنتش متخيلة ان هي بالجمال ده بصراحة. فبتفرم البصل فرم، مش بتعصره زي الكبة اللي هي الكهرباء. ف يعني في فرق بين الاتنين، فرق شاسع. نرجع بقى للتحضير الغدا بتاعنا. كنت حطيت كمية بصل كويسة في الحلة على النار، حطيت معاها زيت. وبدأت ان انا اشوح فيها البصل كويس قوي قوي قوي. وبعدين حطيت ملح على البصل، زي ما انتوا عارفين لازم لازم احط ملح على البصل علشان بينزل المية بتاعته بسرعة، وكمان بيتشوح معايا يعني بمنتهى السهولة وبسرعة كمان. فهنا كنت غسلت كمية الرز اللي انا هحتاجها للحمام. آم، والرز اللي انا بحتاجه للحمام بالذات لازم بغسله وافرده على فوطة واصفيه كويس جدا. لازم ارجع الرز ناشف تاني. ليه بقى؟ علشان يتشوح معايا ويبقى بصوا اللي هو مفرفر قوي. على فكرة برضو في فرق بين الاتنين. يعني انا بقول لكم بصراحة، فرق ما بين ان انتي تنزلي الرز كده من مثلا المصفى اللي انت بتغسلي فيها على البصل وتبدأي ان انت تشوحي، وفي فرق ما بين ان انت تنزلي الرز على البصل ناشف كده. الرز بيتشوح معاكي وبياخد اللي هو اللون الذهبي الفاتح بمنتهى السهولة، ودي الدرجة اللي انا عايزاها. التوابل بقى اللي هحطها على خلطة الحمام: فلفل اسمر، وهحط صويا صوص، وهحط 7 بهارات. سبع بهارات، وهحط رشة صغيرة قوي قوي من جوز الطيب، وهحط حبهان وورق لورا. ويعني ضروري ضروري جدا الكركم بصراحة. الكركم يعني لفوائده اللي انا بقرأها وكده، فبصراحة بقيت ادخله في معظم الاكل يعني. حلو قوي كمان، طعمه ما بيبانش برضو يعني قوي، ولكن هو بيضيف اضافة حلوة جدا جدا للحشوات بقى اللي انت بتعمليها مثلا للحمام، للفراخ، وبرضو الفراخ المشوية. فبصراحة حلو جدا يا بنات على فكرة. هاتوه ودايما خلوه عندكم. وكمان الاحلى والاحلى بقى لما تضيفيه للسمك. هنا كانت روان بتساعدني، عايزه تحط الصويا صوص، عماله تحط نقطه وتشيل، احط تاني يا ماما، اقول لها حطي، فعماله بقى ايه تحط لحد ما قلت لها كفايه كده. بس هنا كنت حطيت الكركم اخر حاجه، وهبدا بقى ان انا اسوي الرز ده نص سوا. طبعا لازم لازم تكوني فاكرة انت حطيتي كم فص حبهان، علشان طبعا قبل ما تحشي فانت لازم هتشيليهم. يعني خدي بالك، لانه لما بيجي في البق بيبقى طعمه صعب قوي. آم، جيت هنا برضو جبت الصينية علشان ابدأ ان انا اعمل تسبيكة المحشي. حطيت برضو باقي كمية البصل، بس حسيت في الوقت ده ان كمية البصل معايا قليلة شوية. فقلت بقى لا، مش مستاهله ان انا ايه افرم بصلايه تاني، انا محتاجه حاجه بسيطه خالص. فجبت كيس من الفريزر وفضيت يا دوب معلقتين منه كده، ورجعته تاني على الفريزر على طول. عايزه اقول لكم ان البصل في الفريزر يا بنات بصوا رهيب، حاجه كده برضو منجزه، وحاجه جميله قوي قوي قوي. اولا لا ريحته بتتغير ولا بيغير طعم الاكل ولا اي حاجه. وجربوا البصل المتفرز، هيعجبكم بجد عن تجربه. انا كنت ضد تفريز البصل خالص، بس اوقات بكون مشغولة جدا عندي فقلت هجرب. فبدأت بصراحة ان انا اجرب في كيس واحد، وبصراحة عجبني جدا. بصي هتطلعي من الفريزر كيس بصل، ولو عندك برضو ثوم متفرز وهتطلعي كيس طماطم. يبقى انتي عملتي الصلصة اللي انت هتعملي بيها مثلا الخضار. جنبه شوية رز بشعرية، برضو هتكوني محمرة الشعرية في الفرن، هتطلعي شعرية محمرة جاهزة، وهتبدأي ان انت تشوحي معاها الرز بس، وكده هتبقي عملتي احلى غدا. طبعا يعني جنب مثلا لو هتسلقي فرخة ولا حاجة، على ما الفرخة تتسلق هتكوني اصلا انت عملتي اللي جنب الفرخة. فبصراحة التجهيزات والتفريزات دي بتنفع جدا جدا. يعني
جربي بس في كيس واحد كده، وان شاء الله باذن الله هيعجبك جدا. بصراحه بفضل يعني في الصيف دايما ان انا اسهل على نفسي، الجو بيكون حر جدا عكس الشتاء تماما. يعني الشتاء ممكن تدخلي وتبدعي كده في المطبخ وتعملي كذا صنف وحلو وكل حاجه وما تزهقيش وما تتعبيش، انما في الصيف بصراحه فالوضع بيكون يعني مختلف تماما. فالله المستعان، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، اللهم امين، ويبارك كده في وقتنا وفي صحتنا يا رب، اللهم امين. كنت زي ما انتوا شفتوا حطيت الطماطم على البصل بعد ما البصل خد اللي هو اللون الاصفر الفاتح خالص. انا قلت لكم ان انا مش بحب ان انا ادي للبصل لون خالص، اللي هو يعني سواء بصل هعمل فيه خضار، سواء بصل المحشي اي حاجة، مش بحب البصل ياخد لون. بصراحة بحسه بيودي الاكل في حتة تانية مش بحبها ومش بفضلها خالص. فنزلت كده بالطماطم، طبعا الملح بكون حطاه مع البصل، يعني خدي بالك علشان لو انتي بتحطي الملح على البصل ما ترجعيش طبعا تزودي اي ملح خالص الا لما تدوقي كويس، وبعدين لو محتاجة بقى رشة بسيطة ولا حاجة ضيفي. انما انا بصراحة يعني بيطلع معايا مظبوط، فمش بحتاج ان انا ازود ملح تاني. سبتها بقى تتسبك كده على النار، ورجعت للحوض علشان بصراحة كان عندي شوية المواعين دول محتاجين ان هم يتغسلوا، فغسلتهم لان اليوم ده كان هيطلع معايا كمية مواعين كتيرة. فقلت انجز كده واشيل من عليا، يعني اللي هو ايه، بدل مثلا ما اقف بعد الغدا ساعتين ثلاثة في المطبخ علشان اشطبه، لا، فتكون الحاجة الموجودة مواعين الغدا بس ان شاء الله يعني. فالمهم غسلتهم كده على السريع، ما خدوش معايا وقت خالص. الوقت ده كانت المية بصوا نازلة من الحنفية ساقعة وجميلة، مش عارفة كان في ايه بصراحة. يعني كنت مستمتعة جدا وانا واقفة كده بغسل المواعين. قولولي بقى، جربتوا ان انتوا تحطوا معلقة ملح على صابون المواعين ولا لا؟ لو لسه ما جربتيش التجربة دي، عايزاك تجربيها في اسرع وقت. يعني الصابون فعلا بيرغي جدا وبيتقل وبيبقى جميل قوي يا بنات، وكمان بينظف. اللهم صل على سيدنا محمد. الرز برضو بتاع الحمام كان استوى، وكنت بقى شلت الغطا من على الحلة كده علشان لو سبته متغطي مع البخار ممكن يدخل في استوى قوي، فلا يعني شلت بقى الغطا علشان التسوية بتاعته تقف يعني لما الرز يبرد. جيت هنا بقى، كانت الكهرباء يعتبر لسه جايه في الوقت ده، يعني التصوير اللي فات ده كله كان النور قاطع. كان يعني قاطع من الساعة 9 الصبح وجاي الساعة 2. فبصراحة عايزة اقول لكم كان يوم طويل طويل طويل، يعني واقفة في المطبخ كده الجو كان نار. فاللهم اجرنا من نار جهنم يا رب، اللهم امين. ف بصراحة الوضع صعب يا جماعة. الله المستعان. بعد بقى ما خلصت المواعين وقعدت شوية كده لقيت النور جه، فقلت بقى هقوم احشي الحمام. فضيت بقى شوية من الرز في الصينية دي علشان يبرد، وفي نفس الوقت تكون واسعة معايا كده، لان بصراحة مش هعرف احشي خالص على الحلة. ان شاء الله باذن الله هقول لكم ازاي تعايروا كميه الرز على قد الحمام بالظبط وما يتبقاش منك. يعني انا بعمل كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما بيفضلش معايا معلقه رز. حتى لو اتبقى، لو يعني اتبقى فبسويها وبحطها تحت الحمام كده، يعني اللي هو ايه الاكل يتقدم بشكل حلو. ف ان شاء الله باذن الله هقول لكم، بس مش في الفيديو ده لان بصراحه المقطع بتاع يعني الرز، معيار الرز بصراحه ما لقيتهوش، يعني تقريبا كان بيتهيألي ان انا بصور وما ضغطتش يعني على الزر بتاع الكاميرا وانا بصور. هنا بدأت بقى احشي. طبعا انا بكون فاصلة الجلد بتاع الصدر عن اللحم،
لازم علشان الحمام يكون شكله حلو ويكون واخد حشوة كويسة كده، ويكون شكل الحمام بتاع المطاعم بالظبط. الحمام على فكرة بطلع منه اوردرات بالشكل ده ما شاء الله ولا قوة الا بالله، طعمه بيكون في منتهى الجمال. والحمامية كده بتكون اللي هو ايه يعني، بصوا حمامية كده مالية مركزها كده. فبعدي الرز بتاع الرقبة من الخلي اللي انا بكون عاملاه بين الجلد واللحم بتاع الصدر. اسهل بكتير جدا ما تحشي من الرقبة من فوق او تحشي من جوه الحمامة. فجربوا هيكون اسهل بكتير بكتير يعني. انا جربت ده وجربت ده. اللهم صل على سيدنا محمد. هحشي بقى كل الحمام بالطريقة دي. اهم حاجة برضو الحمام لما تحطيه في الحلة اللي هو هيستوي فيها ما يكونش على الحمام رز خالص من بره. ما تقلقوش برضو ان الحمام ممكن يطلع رز من البطن، لا يعني انت الحمام طبعا بننزله على مية مغلية وتكون بتغلي كويس قوي. فاول ما هتنزلي الحمامة فالجلد بتاع الحمامة نفسه من فتحة البطن بيبدأ ان هو ينكمش كده، وبيبدأ ان هو يلم، فما فيش رز من جوه الحمام بيطلع برضو. ما تقلقوش، لان اعرف ناس بتحط مثلا الراس بتاع الحمامة من عند البطن كده علشان تقفل، او مثلا القناصة او الكبدة وهكذا. لا انا بقول لكم ما تقلقوش خالص، الحمام ما بيطلعش بصوا حبات رز بره ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وهتشوفوا معايا وانا بطلع الشوربه للملوخيه مفيش يعني رز خالص ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ف وبرضو حاجة تانية، وانت بتفتحي الحمام من عند البطن كده افتحي فتحة صغيرة قوي، يعني اللي هو يدوب تدخلي صباع كده تطلعي بيه المصارين عفوا في اللفظ. بس خلصت كمية الحمام ما شاء الله ولا قوة الا بالله، وكنت طبعا مولعة على حلة فيها مية، حطيت فيها بصلاية وبدأت ان انا انزل بالحمام اسويه. الحمام بتنزلي ظهر الحمامة لتحت، ما ينفعش ان انتي تنزلي بالصدر بتاع الحمامة لتحت هتفرقع منك. فلازم تنزلي بظهر الحمامية كده لتحت زي ما انتم ما شايفين اهو بالشكل ده. هحط ملح بس للشوربه، ولا هحط ورق لورا ولا هحط حبهان ولا اي حاجه، لان هو كده كده الحمام اصلا بيكون متبهر كويس جدا، وبيكون يعني ريحته حلوه قوي، فمش محتاج بصراحه اي حاجه تتحط للشوربه. الشوربه بتطلع اصلا في منتهى الجمال. خدي بالك ان الحمام بيطلع يعني ريم، لازم يعني خلاص قبل ما يبدأ يغلي خلاص تبدأي ان انت تشيلي الريم بتاعه كويس قوي، لان بيزفر الشوربة. يعني الحمام بالذات بالذات ما تنسيش ابدا ان انت تشيلي الريم بتاع اللي هو بيكون على وش الشوربة ده. احنا مش بنحب الكبد والقوانص في حشوة الحمام خالص، فبعملها برضو بطريقة حلوة قوي هتشوفوها دلوقتي. الكبد والقوانص بكون نقعاها في ليمون يعتبر مركز، يعني مثلا عصير 3 ليمونات ولا حاجة، وشوية خل صغيرين وملح. لازم الكبد والقوانص تتنقع في الخلطة دي علشان ما تكونش زفرة ولا اي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. كبدة الحمام بقطعها وببدأ اشوح فيها على طول، بعكس كبد الفراخ. كبد الفراخ لازم بسلقها الاول وبرمي يعني غلوة كده وبرمي المية بتاعتها، لازم علشان بتكون زفرة قوي. لو انت هتقطعيها بقى قطع صغيرة مثلا وتعملي سندوتشات كبد وقوانص كده، لازم تكوني اديتيها غلوة وبعدين اتصفت واتشطفت كمان، وتبدأي ان انتي بعد كده تشوحيها بقى في البصل بتاعك والطماطم والفلفل والحاجات دي كلها. بعد ما قطعتهم شطفتهم تاني، وجيت هنا جبت طاسة كده حطيتها على نار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي على معلقة على شوية زيت يعني. وهنا بدأت بقى ايه يعني اشوحهم لحد ما لونهم يتغير.
وبعد ما لونهم يتغير هبدأ ان انا انزل بكمية بصل كويسة، يعني حوالي مثلا 4 معالق او 5 معالق من البصل المفروم. وهنا هبدأ ان انا اشوح، مش هشيل ايدي خالص منهم. البصل كده كده اصلا هيدبل دلوقتي، وهتبص تلاقي يعني الكمية بقت معاكي بقى اللي هو ايه، ربع الكمية. حطيت توابل، حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسمر، واللهم صل على سيدنا محمد، وشوية قرفة برضو مع التقليب المستمر. هما هنا اصلا معايا كانوا يعني خدوا نص سوا، فانا يعني قصده متعمدة ان انا اعمل كده. جبت بقى الحلة دي، حطيت فيها شوية زيت، وهبدأ ان انا احط بقى كمية الرز اللي انا هعملها علشان اعمل رز بالخلطة. اعملوا الرز بالخلطة بالطريقة دي افضل بكتير بكتير لما تضيفوا الكبد والقوانص وتشوحوها مع البصل بقى والرز وكده. بصراحة برضو ده طعم وده طعم تاني خالص، الطعم ده احلى بكتير جدا. كنت غاسلة طبعا الرز وسايباه برضو كده في المصفى يتصفى خالص. مش بحب ابدا ان انا انزل بالرز ابدا، يعني حتى لو رز بشعرية ان انا انزل بالرز وهو مثلا مبلول او بينقط او كده. بحب اسيب الرز كده يتصفى براحته، وبعدين اضيفه لل يعني الشعرية او لاي رز حاجة انا هعملها لازم اصفي الرز كويس. هنا ضفت بقى الكبد والقوانص، وبدأت بقى ان انا اشوحهم مع الرز، وهضيف بقى شوية صغيرين جدا من الكركم، وهبدأ ان انا ايه ازوده بقى شوربة، واسويه بقى تسوية كاملة علشان ده اللي هيكون تحت الحمام. لان انا كنت عاملة محشي بس كانت كمية صغيرة قوي، يعني مثلا كان مثلا نص كيلو وشوية، وما كانوا عندي في التلاجة اقل من الكيلو الا ربع كمان. فقلت لا مش هينفعوا دول، فاعمل ايه بقى جنبهم؟ اعمل شوية رز بالخلطة كده. بصراحة بيبقى طعمهم زي السكر يا بنات، يعني احلى حاجة اصلا تتاكل مع الحمام. زي ما شفتوا هنا وانا بضيف الشوربة، مفيش اي رز خالص في المصفى. يعني انا بصراحة قلت لا، للتأكيد لازم اصفي، لان بصراحة يعني اخاف ان يكون مثلا في رز ولا حاجة ويبدأ ان هو بقى ايه يغير طعم الملوخية او يعجن في الشوربة او كده. فلا، قلت لا هصفي، وما شاء الله ولا قوة الا بالله ما طلعش رز خالص في المصفى. كان عندي ملوخية اللي هي المجمدة. كنت شارياها مع مشتريات الشهر، لأول مرة بجرب الملوخية المجمدة. بس بصراحة هي ما عجبتنيش قوي. الفريش طبعا احلى منها بكتير، او اللي بتكون متفرزة في البيت بتكون احلى منها برضو بمراحل. فهي بس كانت للتجربة، علشان بس ايه اكون جربته وخلاص. فان شاء الله باذن الله هجيب اصلا ملوخيه وهفرزها ان شاء الله باذن الله بطريقه هتقعد معاكي للسنه الجايه. يعني ان شاء الله باذن الله بتبقى خضره وجميله وزي الفل. ان شاء الله اقرب وقت هعملها. نقلت بقى الحلة على العين التانية، وقلت بقى بالمرة على ما تكون غليت. طبعا الملوخية بتفك في ثواني، يعني مكنتش متخيلة اصلا بتفك بسرعة جدا. جبت بقى شوية زيت وحطيت عليهم معلقة سمنة بلدي، وبدأت هنا ان انا احمر التوم مع الكزبرة. عايزة اقول لكم ان كانت، بصوا ريحتها تحفة بصراحة. كانت يعني ريحة التوم كانت جميلة جدا. بس هنا بقى كان الغدا غرفته ما شاء الله ولا قوة الا بالله، حاجة كده في منتهى الجمال. حمرت الحمام في الفرن بيكون اخف كتير، بدهنه كده سمنة بلدي وبدخله تحت الشواية بيتحمر، وبيبقى معايا زي العسل ما شاء الله. اخف واحلى بكتير ما يتحمر في الزيت. هنا بقى قلت اعمل لهم برضو حاجة حلوة. فكان عندي نص كيلو دقيق سمولينا خشن.
ونزلت بقى باللي كان في الكنكه ده، كوبايه سكر، وكوبايه الا ربع من القشطه البلدي، و3 معالق من السمنه البلدي، وكوبايه لبن. بدأت ان انا يعني ادفيهم على النار، حاجة بسيطة قوي، وضفتهم بقى للدقيق، وهبدأ ان انا اقلب. بصوا، بصباعين 2 بس. البسبوسة ما بتتعجنش ولا بيضاف ليها بيكنج باودر ولا كيك شيف ولا اي حاجة، هما بس ال4 مكونات دول. جوز الهند مش اساسي خالص، يعني جوز الهند ما عندكيش ما تحطيش. بس هي بصراحة البسبوسة او الشرقي عموما سمنة بلدي او قشطة بصراحة، لان السمنة النباتين والحاجات التانية دي او الزبدة او الحاجات دي بصراحة ما بتديكيش نفس الطعم خالص. يعني هي ما شاء الله ولا قوة الا بالله، عايزة اقول لكم ان هي كانت اجمل مليون مرة من البسبوسة اللي احنا اوقات بنتزنق وبنشتريها. فجربوها بالطريقة دي ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. كان عندي بقى كريز، فقلت بقى احط كده على نص الصينية بس، لان مش كله بيحب الكريز بصراحة. بس حطيتهم بقى بالشكل ده. السيرب او الشربات بتاع البسبوسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، والبسبوسة تكون سخنة والشربات يكون سخن. لازم الاتنين يكونوا سخنين علشان تشربوا كويس جدا اي كمية شربات هتحطيها. بس كده، على فرن سخن طبعا، البسبوسة نار عالية، وتكوني طبعا مسخنة من قبل. لو دخلتي البسبوسة الفرن على فرن بارد هتنشف منك وهتشقق، وبيبقى شكلها مش حلو، ومش هتشرب اصلا الشربات اللي انتي هتحطه لها. اللهم صل على سيدنا محمد. دي كانت اخر حاجة معاكم في الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك للفيديو، وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع الف سلامة.